الكواليس ما بين مكة والأميرة فيروز وليه ضربتها بالقلم. نفسكم من عيلة الجمل وكمان بتحبوهم جدا، فأكيد كلكم هتفرحوا لما تشوفوهم فرحانين وكمان مبسوطين. تعالوا بقى لخناقة الأميرة فيروز وبيبي مكة وليه ضربتها بالقلم. والسبب يا جماعة إن الأميرة فيروز كانت عاوزة تقف على الترابيزة وترقص مع الأولاد، بس مكة كانت واقفة في وشها، عشان كده الاتنين مسكوا في بعض وكمان ضربوا بعض، وفصلت ما بينهم الحاجة هند وقالت إنهم بيتعاركوا، عشان كده شفتوا مكة وهي بتعيط. على فكرة يا جماعة فيروز كمان اتخانقت مع حياة عشان تطلع على الترابيزة، وهم أطفال وده عادي جدا يحصل في أي عيد ميلاد. واللي قالوا إن الحاج صالح نده على أمنية القوة. يا جماعة نحب نقول لكم إن مستر أحمد كان بينبه الحاج فعلا، بس عشان كمان الكاميرا تعرف تصور.